اول ما جيت بقى لقيت شغل والدنيا مشيت معاك ولا عملت ايه؟ لا، في بداية ما جيت ما لقيتش شغل. أنا قعدت فترة كده في قام بتاع 5 شهور. 5 شهور في كامب. انت عندك كام سنه؟ أنا جاي ساعة ما جيت البلد كان عندي 25 سنة. طب وازاي دخلت كامب وقعدت فيه؟ هم دخلونا، وبعدين خلصت أوراقي والحمد لله اتعمل لي كونترات عمل واشتغلت. يعني فضلت قاعد في الكامب 6 شهور 6 شهور ودلوقتي قاعد في الكامب. لحد النهارده قاعد لحد النهارده قاعد في الكامب. في الكامب علموك اللغه وكده ولا؟ بيعلمونا طب هي اللغه كانت بالنسبه لك هنا مشكله في ايطاليا ولا لا؟ في الأول كانت مشكلة. طب تنصح اي واحد يجي مثلا ايطاليا اول حاجه يعملها يدخل الكامب ولا يخرج يدور على شغل؟ والله هنا لو جاي على حد وحد مضمون وحد ان هو هيعينه في حياته يخرج من الكامب، لان برضه هيقعد فتره 5 شهور فتره. والنعم جاي مش على حد وجاي هنا هيلاقي نفسه هيتعب ان خرج، لا يقعد في الكامب. يقول لي انت طول ال6 شهور دول كنت بتصرف منين؟ هم اللي في الكامب كانوا مسؤولين عنا في كل شيء. يعني هم كانوا بياكلوكم بياكلونا ويشربونا كل شيء. وعملوا لك اوراق دلوقتي؟ عملوا لنا اوراق واشتغلت؟ انت كنت محظوظ وخدت خطوات سليمه لما جيت البلد دي علمتني ان لازم امشي صح. دي مش صح يحتار عدوك. الله ينور عليك.